يا جمهور الزمالك، لعيب غير منضبط، لعيب بيهرب من الماتشات، لعيب عليه فلوس وكذب عليكم علشان ياكل بعقلكم حلاوه كما هو المعتاد من اي صفقه بتنضم من نادي الزمالك. وكذب وقال لكم انا اتنازلت عن فلوس كتير عند فيوتشر علشان احقق حلمي حياتي ان انا اروح للزمالك. هكذا تحدث وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر وكشف كذب وتزييف ناصر ماهر، وهنتكلم في الموضوع دوت لانه موضوع مهم وكبير بعد اما طلع نادي الزمالك فيه اساطير والنادي الاهلي فيه عصافير بتطير. ومعانا دايم النقد للنادي الاهلي والهجوم والتجاوز ضد النادي الاهلي اسامه حسن، اللي قال لك ان الاهلي خد كهربا لحم ورماه عظم، وهو اللي بطل صالح جمعه كوره. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. حلقه جديده مع الدرع. اخبط اللايك الجميل وعلى بركه الله نبدا حلقتنا. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، وانصر اهلنا في فلسطين واعز الاسلام والمسلمين، واحفظ مصر يا رب العالمين. ويا رب تكون حلقه ناريه تنول اعجابكم، بس دعمني بالشير واللايك. وعلى بركه الله نبدا حلقتنا. جه اللعيب ناصر ماهر في التلفزيون وقعد يبعبع، وانا كان حلم حياتي اروح الزمالك، وابويا اللي قال لي ان جمهور الزمالك بيفهم، والزمالك مليان اساطير والاهلي مليان عصافير بتطير. وبدا التجاوزات ضد النادي الاهلي، ثم قال ان هو تنازل عن مستحقاته لدى مودرن فيوتشر. طلع ساعتها الدكتور وليد دعبس واتصل باحمد سليمان عضو مجلس الاداره في نادي الزمالك وقال له يا احمد، ناصر ماهر بيكذب، ناصر ماهر ما تنازلش عن حاجه وانت عارف، ناصر ماهر عليه فلوس لازم يسددها. رد احمد سليمان وقال له احنا هننزل بيان اعتذار وهنعتذر لك، وفين محدش شاف اي اعتذارات. طبعا الراجل قال لك ايه؟ لعيب غير منضبط، يعني في تدريبات ما بيلتزمش، في تدريبات ما بيحضرش، بيهرب من المباريات، سفريات جايه هنا لفيوتشر بيهرب من المباريات، تمام، وما حصلش اي حاجه من اللي هو بيقولها. وانا عايز الفلوس ديت، وقال لي لما اروح الزمالك هدي لك الفلوس ديت، وما حصلش. فانا هقدم شكوى ضد هذا اللعيب اللي هو دلس وكذب على الناس كلها وقال لك ان هو اتنازل عن مستحقات. طب ليه وليد دعبس بيقول كده؟ علشان سمعه نادي فيوتشر، سمعه النادي اللي بيقول لك انا اتنازلت، وبيظهر للناس ان نادي فيوتشر سلبه حقه وخد منه حقه مقابل الانتقال لنادي الزمالك. لا، الراجل ده كان موقع عليه عقوبات بقيمه 500,000 جنيه نتيجه التهرب من المباريات وعدم الانضباط والكلام دوت، وسدد 150، باقي عليه 350. يا نادي الكرامه والوطنيه زي ما بتقولوا، انتوا خدتوا لعيب ادفعوا الفلوس اللي عليه. لعيب تجاوز ورئيس نادي بيقدرك وبيرفع التليفون عليك بيقول لك اللعيب تجاوز في كذا وكذا وكذا، قلت له هنقدم اعتذار على الصفحه بتاعت النادي، ما حصلش الكلام ده. ليه؟ لان اللعيب طلع هاجم النادي الاهلي، لان اللعيب عرف سكه قلب جمهور الزمالك يجي منين. عايش الزمالك في دور المظلوميه وعايشهم ان هم احسن ناس في الدنيا كلها واحسن لعيبه واحسن تيم، وان النادي الاهلي هو اللي قاهرهم وهو اللي بياخد بالتحكيم وهو. واحنا عارفين ان ناصر ماهر بيكره الاهلي ليه؟ علشان هو لعيب غير كفء كان موجود في النادي الاهلي، غير منضبط، غير ملتزم، ما بيأديش فمشي. فالغل والحقد هنا بيحرك طبعا مع الناس اللي رسمت له الحدود اللي يمشي عليها علشان يوصل لقلب جمهور الزمالك على طول، وقد كان. نخش على اسامه حسن واللي بيقول لك الاهلي خد كهربا لحم ورمى. طب تعال نشوف يا عم الحاج، يا اللي انت دايما بتطلع تهبد وترزع كده في اي قناه وخلاص، والناس بتجيبك ايه؟ بتسلي بيك الفقرات والكلام دوت. الاهلي اللي خد كهربا لحم ورمى، اول حاجه ساعدوا في الغرامه بعد اما انتوا قبلتوا فلوس حرام كنادي زمالك، واللعيب عقده موثق في ميعاد غير الميعاد واترفع عليه قضيه وكسبتوها. فالنادي الاهلي ساعده في الغرامه وما رماهوش زي ما انت ما بتقول، وبيقول لك ان النادي الاهلي عرضه للبيع، وهنيجي للحته دي. طب نيجي نشوف كهربا اللي اتاخد لحم واترمى عظم. 2 دوري ابطال افريقيا اللي انت من 2002 ما شمتوش، تمام، ودوري، و2 كاس مصر وزيهم سوبر افريقي وسوبر مصري
و2 برونزية عالم. ده اللي اتاخد لحم واترمى عظم. ده بالبطولات دي كلها اتاخد لحم واترمى عظم، عشان تعرف ان انت بتقول اي كلام ومش فاهم معناه. النادي الاهلي لما وقف مع اللعيب، النادي الاهلي ما طلعش قال له امك وابوك، النادي الاهلي وفر له المبالغ المطلوبه، النادي الاهلي نهى ازمته مع نادي الزمالك بزياره الكابتن الخطيب، النادي الاهلي اللي كهربا خد فيه البطولات دي كلها اللي بتقول لحم وخد. طب لو احنا بقى زي ما انت ما بتقول وخد كده، امال لو ما رميناهوش كان هياخد كام بطولة؟ كان هيوصل لحد فين في تاريخ مع النادي الاهلي يا جهبذ؟ بص، هو احنا بنرد عليك عشان لازم نرد عليك، ده واجبنا تجاه النادي الاهلي، تمام؟ انما اصلا في ناس ما تستحقش عناء الرد، ولكن لازم نوضح للناس ايه اللي بيحصل على الساحة الرياضية. بيقول لك ان النادي الاهلي عرضه للبيع. هل طلع قرار رسمي ولا بيان رسمي من النادي الاهلي انه عرضه للبيع؟ والنادي الاهلي هيعرضه للبيع ويخلص له غرامته مع نادي الزمالك، يعني بعديها بيوم يعرضه للبيع، ولا المفروض كان يتعرض للبيع لو النية موجودة علشان يشيل شيلته وغرامته؟ كلام طبعا مش موجود، كلام مش منطقي. دايما اظهار النادي الاهلي بصورة خطأ، دايما اظهار النادي الاهلي ان هو بيفتري على اللعيبه وان هو بيرمي لعيبه وهو ونشوف ونسيب الكوارث اللي بتحصل في ناديك واللي حصل في عهد مرتضى منصور والامور اللي كانت بتتسرق والموظفين اللي اتأيدت من غير ما يكونوا موجودين والعقود اللي بتتلهف والسماسرة والكلام ده كله. عمرك ما تتكلم عليه، لانك انت بتقابل ناس محترمة في نادي الاهلي، انما الناس ثانيه كانت بتقول لك امك وابوك واللي جابوك، فمحدش يسمع صوت. يقول لك الاهلي بطل صالح جمعه كوره. باعتراف صالح جمعه نفسه بعد ما مشي من النادي الاهلي يا اسامه حسن، ان النادي الاهلي اداله فرص كتير، ان النادي الاهلي وقف معاه كتير، وبعد ما عمل نادي الزمالك مع اخوه كده ورمى الرميه دي اللي بتقول لا خدوه لحم ورموه عظم، لا اسال عبد الله جمعه. قال لك انا المفروض كنت اصلي كل يوم ركعتين شكر ان انا كنت بلعب في النادي الاهلي. ده النادي الاهلي اللي بطله كوره، النادي الاهلي اللي كان بيحاجه عليه، النادي الاهلي يا ابني التزم، النادي الاهلي اللي بيديله فرص لحد ما مشي من النادي الاهلي وما شفناش صالح جمعه تاني، لان ببساطه اللعيب نفسه هو اللي عنده العله باعترافه شخصيا. فلو عايز بقى تركب الترند وعايز كل شويه تهاجم النادي الاهلي، هاجم النادي الاهلي في حاجه حقيقيه. امسك غلط على النادي الاهلي واقعد اتكلم فيه. وللاسف بتطلع تقول الكلام ده مع ناس اهلاويه او يزعموا ان هم كانوا اهلاويه والمفروض ان هم من كباتن النادي الاهلي، ولكن الاعلانات بقى والكلام دوت والشو والحاجات دي اكل عيش يعني، فسايبينك تخبط وترزع في النادي الاهلي مفيش اي مشكله. فكان واجب الرد عليك انت وناصر ماهر اللي اتفضح زي ما قلنا بالدكتور وليد دعبس وطلع كشف حقائق كتير عشان تعرفوا العجينه اللي بتروح النادي عندكم شكلها ايه، وانك انت ما بتاخدش لعيب من النادي الاهلي غير لما يكون فعلا النادي الاهلي رمى طوبته، انما عمرك ما بتاخد لعيب وتد في النادي الاهلي ولا النادي الاهلي مرتكز عليه بتاخده على طول كده. ما حصلش الكلام ده. نرجو ان نكون ردنا رد سليم، نرجو نكون الحلقه عجبت حضراتكم، واشوفكم في حلقه جديده. سلام عليكم.